منتخب مصر بيفوز بنتيجة كبيرة على ملاوي على أرضها، ويقترب من الصعود لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024. الحقيقة منتخب مصر طبعا منتخب ملاوي منتخب ضعيف، مش هو ده القصة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. قصتي كلها إن منتخب مصر ليه شكل مع فيتوريا. طبعا هو لسه بدري على الحكم عليه، لكن المؤشرات بتبان. يعني في مؤشرات باينه ان في شكل في الفرقه، اللعيبه بتتحرك في سلاسه في تحركهم بدون كوره، في شكل ليك هجومي. مدي حريه لمحمد صلاح، ودي اكتر حاجه عجباني ان هو مدي حريه لصلاح. صلاح يلعب في صانع لعب، يلعب يمين، يروح يبقى في مهاجم فجاه تلاقي. دي من الحاجات دي هتخلي في مشكله، هتخلي في مشكله للناس اللي بتيجي تلعب، اللي عايزه تمسك صلاح مان. امسك صلاح، هتلاقي عمر مرموش شغال، هتلاقي زيزو شغال، هتلاقي مصطفى محمد شغال. فلسه الكلام ده كله ده. يعني انا مش قصتي ان انت كسبت ملاوي، هي قصتي ان الماتشات دي هي اللي بتحدد هويتك، هي اللي بترجع هويتك تاني، اللي بتوقفك على رجلك تاني. وطبعا ما ننساش ان احنا مغلوبين بنفس المجموعه في الفرقه دي، باستثناء كان صلاح ما كانش موجود، اتغلبنا من اثيوبيا وثلاثه. تمام. فطبعا القصه مش قصه المنتخب ضعيف، قصه ان انت يرجع ليك شكل تاني. ف- فاتمنى طبعا ان شاء الله ان فيتوريا يظبط الفرقه، ويضم ناس جديده، ويبني جيل جديد. اتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع تاني نكسب بطوله افريقيا، لان حاجه زي دي بجد والله. يعني بطوله افريقيا وحشتنا بجد، وحشتنا ان احنا نكسب بطوله افريقيا.